ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين العظمة ديت؟ شايفينها كويس؟ طب تعالوا اقول لكم العظمة دي كانت ايه. دي كانت اطعام شهر فبراير، وبجد شكرا لكل اللي ساهم في الاطعام ده ويجعله في ميزان حسناته. وتعالوا خدكم معايا بالتفصيل احنا عملنا ايه في الوجبات دي. شمرنا ايدينا وجبنا الحاجات والمحتاجات وما استنيناش، دخلنا على المطبخ على طول عشان نبتدي نجهز الوجبات. اول حاجة ابتدينا فيها الكيك. كرملنا السكر على النار لان الكيكة دي كانت كيكة موز، طريقتها سهلة وحلوة وجربوها. بعد ما تكرمل السكر حطينا عليه الموز وسبناه ياخد ويدي مع بعض لحد ما نجهز كريمة الخفق بالنشا. بعد كده حطيناهم على الموز بالكراميل وسبناهم يستووا، سبناهم كمان يبردوا. جهزنا الكيك بتاعنا، البيض واللبن والسكر والدقيق والبيكنج باودر، ومزجناهم كويس جدا مع بعض لحد ما اتأكدنا ان مفيش اي تكتلات. حضرنا الصواني بتاعتنا وسخنا الفرن وغرفنا الكيك وحطينا كراميل الموز وسبناهم في الفرن يستووا واخدوا اللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. بعد كده ابتدينا في تجهيز السلطة. جبنا بصلة مبشورة عليها ملح وفلفل ومستردة، وكمان دبس رمان بيدي طعم خطير جدا للسلطة. وحطينا الخل بتاعنا وكمان الزيت، ومزجنا الصوص ده كويس جدا 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 وابتدينا نعبيه لوحده. بعد كده ابتدينا في تجهيز السلطة. قطعنا الجزر والخضرة والخيار والطماطم. بحب دايما كل حاجة تبقى لوحدها، الصوص لوحده والسلطة لوحدها. وبعد ما عبيناها في العلب بتاعتها ابتدينا نسلق الفراخ. سيحنا حتة سمنة وفيها فص مستكة وسيبنا المية تغلي، وبعد كده حطينا الفراخ فيها لحد ما تتسلق كويس. حطينا البصل والورق اللورا والمطيبات وابتدينا نجهز ليها صوص تشريبة حلوة قوي عشان لما تخش الفرن ما تتعبناش وما تنشفش. حطينا البصل والطماطم وبهارات الفراخ والسماق واديناهم تشويحة على النار. وبعد كده رحنا حاطين عليهم عصير الطماطم، سيبناهم لحد ما يتسبكوا. وبعد الفراخ ما اتسلقت رصيناها في الصواني وحطينا عليها الصوص الخطير ده. تحفة يا جماعة، جربوها حلوة قوي. وحطيناها في الفرن تاخد لون جميل. ابتدينا نجهز البطاطس، قطعناها بالبصل وتبلناها بالملح والفلفل والزعتر وحطينا لها السمنة والصلصة وعصير الطماطم والشوربة وسبناهم يغلوا غلوة كده على النار من فوق. وبعد كده حطيناهم في الفرن وطلعت النتيجة الرائعة دي. ابتدينا في تجهيز الرز بتاعنا. حطينا فص مستكة في السمنة وحبهان والشعرية، قعدنا نحمر فيها لحد ما اخدت لون حلو. وبعد كده جبنا الكبد والقوانص متقطعين وحطيناهم مع الشعرية ياخدوا تشويحة حلوة. وبعد كده حطينا الرز بتاعنا، وكمان حطينا مقدار المية نص مية ونص شوربة وسيبناهم لحد ما يستووا. وبعد كده جاءت لحظة الصفر. ابتدينا نغرف الوجبات بتاعتنا، البطاطس والرز والفراخ، وكنا مجهزين السلطة والكيك والصوص بتاع السلطة، وكانت هي دي النتيجة بعد ما عبيناهم وزعناهم لأصحابها. ويا رب بجد يكونوا انبسطوا بيها. وبس كده.